عمرك فكرت مين الشخص اللي بيدير الشركة كلها كأنها مشروعه الخاص؟ مين اللي مسؤول عن كل شيء في الدنيا، عن التشغيل، المبيعات، التسويق، الموارد، وكل قرار مهم موجود في الشركة دي؟ ده يا سيدي بقى دور البيج بوس، ده دور الجنرال مانجر أو المدير العام للشركة كلها. الجي ام ده اختصار الجنرال مانجر أو المدير العام. هو المدير العام للشركة أو لقطاع كبير قوي جوه الشركة، لو شركة قطاعات كبيرة يعني. مسؤول عن كل العمليات اليومية وتحقيق الأرباح وتنفيذ رؤية الإدارة العليا أو البورد يعني، أو المجلس الإدارة كله على بعضه. هو الشخص اللي بيوازن بين التشغيل والمبيعات والتسويق والتكاليف والموارد، وبيضمن ان كل ده ماشي في اتجاه واحد واتجاه مظبوط. طبعا اهم الادوات او المهارات علشان تبقى جي ام ناجح او مدير عام ناجح: مهارات قياده قويه جدا، ليدرشيب سكيلز عاليه قوي طبعا، فهم شامل للتشغيل والمبيعات والماليه وكل الامور دي. داتا اناليسيس بقى طبعا، والكي بي ايز وبزنس ريبورتس، تكون طبعا بتعرف تكتب وتقرا البيزنس ريبورتس. قدرات عاليه جدا في حل المشكلات واتخاذ القرارات. مهارات تفاوض قويه قوي، وتخطيط واداره فرق كبيره جدا. انت هتدير شركه ممكن تكون، لو شركه قطاع صغير 10 او 12 فرد، ممكن تبقى شركه متوسطه من 50 ل 100 فرد، ممكن تبقى شركه قطاع كبير بالاف الاشخاص. فانت محتاج يبقى عندك مهارات اداره قويه جدا، معرفه بانظمه كتير زي الاي ار بي، زي طبعا الاوراكل والساب والامور دي كلها. السلم الوظيفي طبعا عشان توصل في الاخر تبقى جي ام: اول حاجه طبعا انك هتبقى اكيد كنت جونيور في وقت من الاوقات، وبعد كده بقيت سينيور لحد ما بقيت سوبرفايزر، بعد كده بقيت مانجر، سينيور مانجر، بعد كده بقى تبقى مانجر بقى في الحته دي بقى، يا اوبريشنز يا سيلز يا بزنس ديفلوبمنت. وممكن بعديها توصل بقى مثلا تبقى سي او حاجه زي كده، وبعد كده ممكن تعلى بقى توصل لحد ما تبقى الجي ام او الجنرال مانجر. متوسط طبعا رواتب عالميا، وبقول رواتب انت طبعا في بعض الناس دي شركاتها برضه اكيد بيخصص لنفسه راتب داخل النظام يعني، او ان هو يكون اوريدي اتعين جي ام وهو يعني بيملك اسهم في الشركه دي او بيملك نسبه من الارباح، ولكن هو لا يملك الشركه دي. فمتوسط الرواتب عالميا طبعا بتبدا من اول 10 او 12 الف دولار. ده بتكلم على شركات يا جماعه كبيره، مش بتكلم على شركات قطاع صغير او متوسط. الشركات بقى الكبيره قوي او العالميه او الهولدنج جروبس الكبيره قوي ممكن تتخطى ال 30 الف دولار وال 40 الف دولار كمان، على حسب القطاع وعلى حسب النيتش وعلى حسب الشركه وعلى حسب حاجات كتير قوي. فدايما بنقول عالميا ومتوسطات، وما بنقولش كلام عن غير طبعا البونص اكيد، وليه طبعا نسبه من الارباح اللي بتبقى عاليه جدا في بعض القطاعات. طبعا الوظيفه عليها طلب كبير جدا، وخصوصا في محلات التجزئه، المطاعم المتعدده الفروع، اللوجيستيك، العقارات، المراكز الطبيه برضو متعدده الفروع. ومع توسع الشركات اهميه دور الجي ام بتزيد اكتر واكتر. لو انت عاوز توصل في وقت من الاوقات تبقى جي ام، ابدا اكتسب خبره قويه قوي في اداره الفريق، اتعلم تحليل البيانات واداره الاداء، طور مهاراتك في المبيعات والتشغيل، خد